اهلا بيكم مرة تانية. في الفيديو اللي فات شفنا مع بعض البنية التحتية لمنصة نايترو كلاود، وعرفنا ابرز الميزات الاساسية وقوتها اللي بتخليها الخيار الاول للاستضافات في الوطن العربي. النهاردة هننقل للجانب العملي وهنبدأ مع بعض خطوة خطوة من الصفر، وهنشوف ازاي ننشئ حساب جديد على المنصة، وازاي تختار الخطة والموارد اللي تناسب مشروعك او سيرفر الالعاب الخاص بيك، وصولا لاتمام عملية الدفع وتفعيل السيرفر تلقائيا. فخلينا نشوف مع بعض الشرح خطوة خطوة ونروح للشاشة. دلوقتي دخلنا الموقع الرئيسي لنايترو، وزي ما انتم شايفين الواجهة مريحة وسهلة ومريحة للعين ونقدر نستخدمها بكل سهولة. دلوقتي قدامنا اكتر من استضافة، زي استضافة الووردبريس واستضافة المواقع واستضافة الفي بي اس والديديكيتد سيرفر. في حالتنا هنا هنختار استضافة المواقع، ممكن نجيبها من هنا او ممكن من السيرفيسز في الهيدر نختار استضافة المواقع. دلوقتي دي صفحة استضافة الموقع، هننزل تحت. دلوقتي قدامنا اكتر من باقة، انا برشح ان انا اختار باقة البرو لانها مميزاتها كتير وفي ناس كتير بتشتريها وبتحبها لان سعرها كويس. دلوقتي قدامنا لوحة التشيك اوت واللي هنختار منها كل الميزات اللي احنا عايزينها في الاستضافة. دلوقتي قدامي وقت الباقة واللي ممكن يكون شهر او 6 شهور او 12 شهر او 48 شهر، وبعده المكان بتاع الداتا سنتر اللي هو في اوروبا او بريطانيا او الولايات المتحدة، فانت هتختار المكان الاقرب لعملائك. وعندنا الاوبريشن سيستم، هتختار السيستم المناسب لموقعك. دلوقتي بعد ما نخلص هننقل لقائمة كونتينيو تشيك اوت. لو واجهت اي مشكله ممكن تتواصل معانا عن طريق الواتساب او الايميل. دلوقتي احنا في صفحه تسجيل الدخول، لو انت لسه جديد فهنعمل كرييت اكونت، لكن لو عندك حساب فهنعمل ساين ان. دلوقتي في حالتنا هنختار كرييت اكونت. دلوقتي هنعمل حساب جديد وهنحط البيانات الاساسيه زي اليوزر نيم والايميل والباسورد، وهنا هنعمل تاكيد للباسورد. وبعد ما نعملهم هندخل على القائمه الثانيه، وهنا هنكتب بيانات التواصل بتاعتنا زي رقم التليفون والدوله والمدينه. وبعدها دلوقتي هندخل على بيانات الدفع، هتحط الاسم كامل والعنوان وباقي البيانات، ولو انت عندك شركه فهتحط الفات او التاكس اي دي بتاع الشركه. وما تنساش تخلي بالك وانت بتكتب البيانات عشان البيانات دي بيتم مراجعتها، ولو في اي بيانات غلط فهيتم رفض الحساب بتاعك. دلوقتي بقى هنيجي للجزء الاهم، هو عمليه اتمام الدفع. طبعا عندك الكريدت كارد وفي البي تو بي ترانسفير، وده اللي بنستخدمه محليا زي الفودافون كاش والانستا باي وفوري واورنج ماني. ولو انت عايز تدفع بالكريبتو فباينانس هيكون الانسب ليك. وطبعا البي تو بي ترانسفير بياخد من يوم ليومين عمل، فتعالى اوريكم ازاي بيتم بخطوات بسيطه. دلوقتي هتكتب رقم المحفظه بتاعك وبعدين تعمل كونتينيو تو واتساب، هيتواصل معاك الدعم الفني عشان يتاكد من الدفع، بس احنا في حالتنا هنختار الكريدت كارد. دلوقتي هدخلنا على صفحه الكاشير، هنملى هنا البيانات المطلوبه وبعدين نضغط على باي. بعد ما تتم عمليه الدفع هيتبعت لك ايميل على الايميل اللي انت سبته وهندخلك على صفحه التراك، لكن في حالتنا دي احنا هندخل على البانل على طول. دلوقتي احنا دخلنا على صفحة الداشبورد واللي منها نقدر نعمل مانج للسيرفيس بتاعنا. الحاجات دي بقى هنشرحها في الفيديو الجاي. ولهنا نكون وصلنا لنهاية رحلتنا من الجانب العملي، وعرفنا ازاي نتم عملية الدفع ونفعل السيرفر من منصة نايترو كلاود. وزي ما شفتوا العملية سهلة جدا ومنظمة ومش محتاجة اي تعقيد. في الفيديو اللي جاي هنتعمق اكتر وناخد جولة جوه البانل السحرية واللي بنعتبرها الريموت كنترول بتاعك داخل السيرفر، عشان نتعرف اكتر على الازرار والقوائم الرئيسية وادارة الملفات بكل سهولة. ولو عندك اي استفسار فياريت تسيبه في التعليقات او تفتح تذكرة الدعم الفني مباشرة داخل الموقع. الخطط ورابط المنصة موجودين تحت الفيديو في صندوق الوصف. شكرا لكم على المتابعة ونتقابل في فيديو تاني.